خبر عاجل: لسعة عقرب تودي بحياة طفلة ضواحق لها تسرغنا وهذه التفاصيل. ولكن قبل البدء ندعوكم للاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس. لفظت الطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات أنفاسها الأخيرة يوم أمس بقسم الإنعاش بالمستشفى الإقليمي لقرعة السرغنة جراء لدغة العقارب السامة. أوضح المصدر ذاته أن الطفلة لسعتها العقرب حينما كانت تلعب وتلهو قرب منزل أسرتها بدوار ولاد بن وفا التابع لجماعة الفرائطة إقليم قلعة السرغنة. وأكد المصدر ذاته أنه جرى نقل الطفلة إلى المستشفى الإقليمي بقلعة السرغنة من أجل تلقي العلاج، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بقسم الإنعاش متأثرة من مضاعفات سم العقرب. وأضاف المصدر إلى أن عائلة الطفلة تأخرت في الوصول إلى المستشفى بحيث ضيعت الكثير من الوقت في القيام بالعلاجات التقليدية لإنقاذ الطفلة.